عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد. انزلوا حالا حطوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. وحشتوني قد الدنيا دي كلها. بصوا، اول حاجه كده يا جماعه، انا كنت غايبه عليكم الفتره اللي فاتت، بس انا نزلت لكم الفيديوهات اللي فاتت دي ان انا اتخطبت. تمام. الحمد لله انا اتخطبت. هبقى اقول لكم انا اتعرفت على الخطيب ازاي في فيديو لوحده منفصل. بس كمان انا نزلت لكم الفيديوهات بتاعه الخطوبه اصلا متاخر، يعني انا مخطوبه تقريبا من عيد رمضان، وحاليا احنا بنجهز للجواز بتاعنا، وهفرجكم على كل حاجه. في حاجات كتير فاتتكم، والصراحه انا ما صورتهاش لان انا بجد كان ما عنديش وقت، وكان معايا شغل تاني، فللاسف ما كنتش عارفه ان انا اصور. فان شاء الله هعرفكم كل حاجه وكل التفاصيل حصلت ازاي، وهصور معاكم النهارده وهنشوف هنعمل ايه. اهم حاجه دلوقتي احنا بنجهز للفرح بتاعنا. فانا هتجوز في الشقه اللي انا موجوده فيها حاليا، بس في حاجات كتير انا هغيرها، وان شاء الله احنا قاعدين في الشقه دي مؤقتا. ان شاء الله كده لما ربنا يكرم هقول لكم على المفاجاه الجديده. فعايزاكم اول حاجه كده تنزلوا تحطوا لايك وتقولي له مبروك كده من قلبكم، وهقول لكم ان شاء الله على ميعاد الفرح، وكمان ان شاء الله هنصور مع بعض التجهيزات كلها وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. اهم حاجه انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. فدلوقتي انا هوريكم. بصوا، دي اوضه النوم الجديده. فانا هوريكم دلوقتي ايه الحاجات اللي حصلت. بصوا، دي اوضه النوم الجديده اهي. ده الدولاب، وده السرير، وده الكومودينات، والمرايه دي بتاعت اوضه الاطفال، فانا لسه ايه هحطها. هنا التسريحه بقى، بصوا شكلها. البرواز بتاعها مدور، وهنا ادراج اهي. في حاجات انا رصيتها وفي حاجات لسه، ودي ضرفه. تمام كده. وده الدولاب. عايزه اقول لكم انا ما عملتش معاكم الدولاب علشان خاطر هياخد وقت كتير جدا، وانا الصراحه ايه كنت يعني ما كنتش عايزه ان انا اطول عليكم في الفيديو. بصوا، هنا انا حطيت الهدوم الشتوي، وهنا حاجات داخليه، وهنا الخروج والحاجات اللي هي الشماعات عامه اهي. تمام كده. بصوا، هنا بقى الحاجات بتاعتي اللي هي الصيفي اهي، وهنا بقى البنطلونات. بصوا طبعا انا عملت على قد ما اقدر. تمام. في حاجات اصلا لسه ما عملتهاش، يعني في حاجات لسه ما حطيتهاش، في حاجات لسه ما خلصتش. هنا بقى الفوط والملايات. بصوا، ادي الفوط، ادي الملايات، ودي مفارش السرير، ودي فوط، وفي فوط تاني لسه انا ما رصيتهاش عامه. وهنا في الجواكت دي بتاعتي والحاجات دي. هو طبعا ايه في حاجات هنا لسه تحت ما رصيتهاش، يعني في شويه حاجات انا لسه ما عملتهاش، لسه ما خلصتش. والهدوم اصلا دي لازم برضو تتطبق وتتحط برضو هنا. انا كنت بخلص الحاجات، كنت فرشه هنا البطانيه فايه، فهشيلها دلوقتي وهنظبط الدنيا. كمان هنا السلك بتاع البلكونه مقطوع، فاحنا هنغيره وهندهن باب البلكونه مع بعض. هنشوف كده مع بعض هنعمل ايه. قبل ما نبدا الفيديو انزلوا حطوا لايك، ويلا بينا نبدا على طول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. تعالوا نبدأ كده مع بعض. اول حاجة دخلت كده قلت هشيل البطانية وهنفضها. شلتها كده ونفضها. عايزه اقول لكم كده كده انا هودي الحاجات دي كلها المغسله. كلمت المغسله والراجل قال لي ان هو هيجي بالليل يعني ياخد السجاجيد وهياخد البطاطين اللي انا محتاجه اغسلها، وبعدين هو بيرجعهم تاني. وما شاء الله المغسله اللي انا بتعامل معاها عايزه اقول لكم حلوه جدا، وبيقول لي لو في اي حاجه في السجاد برجعها له تاني. المهم انا نفضتها كده على قد ما قدرت. كانت البطانيه تقيله قوي الصراحه، فشلتها كده ودخلتها وطلعتها بره يعني علشان ايه حطيتها مع السجاد اللي هيروح المغسله. هنا بقى كنت بلم الهدوم دي، طلعتها بره برضو علشان كده كده هطبقها وهحطها في الدولاب مكانها. لسه طبعا بشوف مكانها هيتحط فين. عامه انا ايه اهم حاجه ان انا لميت الدواليب، يعني لميت الدولاب ده، وكمان لميت الدولاب بتاع اوضه الاطفال، فدول اكتر حاجه خدت مني وقت.
هنا بقى مسحت كده الكومودينو. عايزه اقول لكم انا اصلا لسه هلمع الاوضه، بس بعد ما اخلص خالص، يعني بعد ما هخلص خالص هلمع الاوضه كده. خلاص انا هنا لميت البطانيه ولميت الحاجه كده. هفتح بقى البلكونه علشان اشوف انا هعمل ايه في البلكونه. بصوا ببص كده لقيت ان البلكونه كلها مليانه تراب، فقلت لازم اوريكم معايا الحاجات دي. يا جماعه انا طلعتها من تحت السرير في الاوضه القديمه، تمام. فانا هنا كمان ايه بشيل الحاجه كده كويس علشان اقفل الغطا بتاع الجردل، عشان الحاجات دي هدخلها تحت السرير الكبير. عايزه اقول لكم برضو انا الحاجات دي كان في حاجات اكتر منها، بس انا ايه حاولت ان انا اصفيها وحطيت الحاجات فوق الدولاب بحيث ان ما يبقاش عندي حاجات كتير قوي تحت السرير، فهم يا دوب كام حاجه بس، يعني حاجات بسيطه قوي هتبقى تحت السرير. هنا بقى خلاص بدات ان انا اكنس البلكونه وبعدين هنفضها. عايزه اقول لكم كمان انا السلك اللي هو بتاع الباب بتاع البلكونه ده انا هغيره، هحاول ان انا اشيله دلوقتي، بس عايزه اقول لكم صعب جدا. فانا هشيل ضرفه كمان. هنلمع الباب بتاع البلكونه مع بعض. هنا خلاص كده خلصت كنست البلكونه ونفضتها كويس. هبدا بقى اشيل السلك بتاع البلكونه، وكمان ان انا احاول ان انا متعورش لان هو اصلا مقطوع يعني. هنا خلاص طلعت الزباله كده بره، وكده مش هيبقى باقي حاجه على الاوضه غير ان انا امسحها واحط الحاجات اللي هي اللي باقيه في الدولاب، وبعدين المع الاوضه. يعني تقريبا اكتر حاجه بتاخد وقت انا تقريبا خلصتها. هنا بدات بقى ان انا ايه جبت السكينه وبدات ان انا افك في السلك بقى. ثواني يا كوكي. بدات بقى ان انا افك في السلك بتاع البلكونه كده زي ما انتم شايفين، بس عايزه اقول لكم كان ماسك قوي وكان صعب جدا بصراحه. بصوا عماله بحاول فيه ان انا اشيله، بس هو بيتشال بس بصعوبه شويه. فانا حاولت بقى ان انا اشيله هنا بقى بالسكينه، فحسيت ان السكينه بقى هتتني مني، فروحت جبت بقى معلقه وبعدين كملت بقى ان انا اشيل. بصوا كمان هنا جبت بقى المعلقه وهبدا ان انا ايه افك فيها. بصوا اديني فكيتها عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو، فصلت ورجعت تاني. بصوا هنا بقى بقيت بفكها، بس عايزه اقول لكم صعبه جدا وماسكه قوي ومحطوط، يعني اللي عاملها بمسامير كتير قوي الصراحه يعني. المهم بحاول برضو ان انا اشيلها على قد ما اقدر، وكمان يعني كنت خايفه ان انا اتعور علشان هي كانت مقطوعه وكانت مطلعه السلك من كل ناحيه، فالصراحه كنت خايفه ان انا اتعور. بصوا بقى هنا هشيلها خالص وبعد كده ايه يعني هرميها بقى في الزبالة. وكمان هنلون بقى باب البلكونة مع بعض، بس الفيديو اللي جاي مش الفيديو ده علشان مطولش عليكم الفيديو، والفيديو ايه هيبقى طويل قوي كده فمش هتعرفوا ان انتوا تسمعوه لحد الاخر. فانا دلوقتي شلت كده وهروق معاكم باقي الاوضه، وبعدين الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنلون بقى باب البلكونه وهنلون باقي الاوضه، وهنحاول بقى ان احنا نمسح الاوضه ونكمل بقيه الحاجه. وكمان عندنا حاجات في المطبخ كتير لازم ان احنا نعملها، بس ايه واحده واحده علشان انا ايه الدنيا معايا صعبه قوي، الوقت كمان معايا ضيق جدا، فعشان كده ايه بحاول ان انا اعمل على قد ما اقدر. هنا بقى بنفض الكوبرتا، وكمان كده كده هحطها في الغساله عشان في حاجات كتير انا بقدر اغسلها في الغساله بتاعتي. هنا خلاص بقى هلم الحاجات دي اللي على التسريحه وهطلعها بره بحيث ان الاوضه كده تبقى تمام ما فيهاش اي حاجه، وكمان هكنسها نظيف كده ومش هخلي فيها اي حاجه. وكمان المسامير اللي انا طلعتها من باب البلكونه شلتها كده في كيس بحيث ان انا لما نجيب السلك الجديد اعرف ان انا اركب بيها. المسامير كويسه وما فيهاش اي مشكله، يعني اقدر ان انا استخدمها مره كمان. هنا بقى بدأت ان انا اكنس كده، وبعدين فكرت ان انا امسح الارض، لقيت نفسي ان انا ايه لا حاسه نفسي ان انا مش هينفع امسحها لان كده كده هتتطرب تاني، لان لسه في حاجات تانية هعملها. فكنستها كده وهي خلاص ما بقيتش فيها اي حاجه ومش باقي فيها اي حاجه، هكنسها بقى وبعدين هستنى اخلص الحاجات اللي فيها وبعدين امسحها وامسح الاوضه بالمره، وبعدين ايه يكون السجاد من المغسله خلص وبعدين افرشها. هنا شلت الحاجات بقى دي اللي على التسريحه ادخلها بقى المطبخ، والحاجات التانية دي ايه ده كان الشاحن بتاع الموبايل، وكان الموبايل بتاع مهند فما كانش فيه ايه ما
كانش في حاجات كركبه يعني ولا اي زحمه ولا اي حاجه. بس هنا خلاص خلصت كده. هتشوفوا بقى شكل الاوضه هوريكم، وكمان الحاجات اللي احنا ناقصانا في الدولاب برضو كمان هعملها. بس انا بحاول ان انا الاوضه تبقى فاضيه مفيش فيها اي حاجه تتعمل يعني غير الحاجات اللي انا محتاجاها. هنا بقى مسحت الكوميدينو التاني عشان كان عليه تراب بقى. خلاص كده خلصت. وبعد كده ان شاء الله لما نجيب المرتبه وكمان ارص الحاجات اللي باقيه في الدولاب، وكمان نشوف بقى شكل الاوضه في الاخر هيبقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم الاوضه تحفه ما شاء الله، والخشب بتاعها جميل جدا. لو عايزين تعرفوا جبتها بكام وجايبه والمكان اللي انا اشتريتها منه اكتبوا لي تحت في الكومنتات هقول لكم على طول. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم. عايزه اقول لكم حطوا لايك للفيديو لو وصلتوا معايا لحد هنا، واشتركوا في القناه. اشوفكم تاني الفيديو اللي جاي.